السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا رجالة، كل الناس بتسأل على الكوباية اللي أنا دخلت بيها والعلبة. ده ميكس، دلوقتي الساعة 2 بالليل. أنا طالع أشيك على الزغاليل، وده أفضل وقت إن أنت تشيك على الزغاليل بتاعتك وتساعد الزغاليل بتاعتك. أقول لك ليه؟ إحنا بنطلع بعد ما يكون اليوم خلص عشان نشيك على الزغاليل اللي ما كلتش، والأهالي بعد ما كلت وأكلت الزغاليل، في زغاليل بتبقى محتاجة زقة تكة تشيك عليها، بص عليها. فده موضوع مهم. عايزك بس قبل ما تخش تعمل اي حاجه تعمل لايك. متشكرين، الفيديو اللي فات جاب 200 لايك، شكرا يا رجاله، شكرا على الكومنتات. عايزك تعمل لايك، تكتب كومنت، لو عندك موضوع عايز تتكلم فيه نتكلم فيه، وتعالى اوريك العلبه اللي احنا بنشتغل بيها والميكس اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا يا رجاله، ده زين ميكس. الميكس ده من عند عم حماده السني، واحنا على طول بنشتغل بالمنتجات بتاعت عم حماده عشان خاطر ده وقطرة العين جايبين معايا نتيجة كويسة، فأنا شغال بيهم. تمام كده. دي برضو سرنجة من عند عم حمادة، انزل سوق السيدة تلاقيه بيبيع السرنجات دي، من أقوى السرنجات، وبرضو دي من ضمن الحاجات اللي هو بيشتغل بيها. طبعا احنا مش متقلين الميكس عشان خاطر احنا بنساعد، بس اكننا بندي زقة مية وبنحط عليها شوية ميكس عشان خاطر نسند الزغاليل اللي مكلتش. طبعا يا رجاله، احنا دلوقتي جالنا هديه حلوه جدا من الفا جريد. طبعا الفا جريد التحديق اللي احنا شغالين بيه بقالنا بتاع شهرين. بشكر استاذ محسن منصور على الهديه القيمه اللي هو بعتها لنا، وتعالى افرجك على الهديه. طبعا يا رجاله، دي الهديه اللي جات لنا، هما ناقصين كيسين احنا بنستخدمهم. جالنا 7 اكياس الفا جريد، جالنا 3 الفا جريد بلس. تعالى افرجك عليه. ده بيبقى عليه بذور اعشاب، حاجات، وعليه بذور طاقه، شغل عالي. تمام كده. ده برضو الفا جريد بيور، من اقوى المنتجات، يمكن من احسن المنتجات اللي بتشتغل على زبلة فرد الحمام، وبتمنع تقريبا الاسهالات وبتغير اللون تماما. ممكن تلاقي نفسك عندك الزرق بتاع الطيور بتاعتك محمر خالص، وهوريك برضو الكلام ده في الارضيات. وده بقى يا باشا كينج الالفا جريد بالنسبه لي. كينج الالفا جريد عشان هو حل المعادله دي ان انت يبقى عندك تحديق يعتبر وسط، ما يموتش الزغاليل وما يخش فوق الزغاليل وما يكسرش الحصى. فانت اعتقد مش محتاج اكتر من كده. واحنا فاتحين هنا كيس تقريبا، كيس وشغالين منه. تمام كده. نشكر برضو استاذ محسن منصور على الهديه. الحاجه الصراحه جات لي لحد البيت، فانا حابب اشكر الراجل عليها. طبعا يا رجاله، عشان نبقى مع بعض كده واحده واحده. النتايه الكريزليه اللي هنا، النتايه دي خرجت. تمام كده. ربنا يبارك لعبد الرحمن فيها، الراجل جنبي وجاري، ولما بيلاقي حاجه هو محتاجها وانا بخرجها بيقول لي دي بتاعتي، فانا بشيل له الحاجات اللي يعتبر هو محتاجها. كمان عندنا من ضمن الحاجات اللي خرجت الدكر الهزاز اللي كان في الباب ده. ماشي، احنا ليه جبنا النتايه الزرقاء من الوش ده؟ تمام، حطيناها في السلك عشان خاطر احنا جبنا حمام جديد، بس مستنيين ان شاء الله الفيديو اللي جاي لحد ما نطمن على صحة فرد الحمام. تمام كده. يعني كده يا رجالة، الذكر الهزاز والنتاية الكريزلاية خرجوا. تمام كده. احنا كده ما عندناش هزازات ولا كريزليات. تمام. نقلنا القص دول بابنهم، طبعا حضرنا حصاهم. القص دول بابنهم حضرنا حصاهم ونقلناهم هنا، عشان زي ما انت شايف كده شرابات ابتدت تتوسخ. الدنيا ما بقتش احسن حاجة مع القص بسبب الارضيات الخشب، وبسبب ان القص شراويله كبيرة برغم ان انا قصصها. تعالى برضو اقول لك على حاجة مهمة. الدكر ده يا برنس، انا خدت منه النتاية حطيتها تحت في الباب اللي تحت. ليه؟ لاني انا هنقل الحمام الغزار كله في البيبان الخشب. تمام كده. فانا مش عايز فرد حمام يتلقى هنا عشان ما نقلوش تحصل له مشكله
تبقى النداء مثلا على حصى ما ترضاش تحصي الكلام ده كله. فاحنا في غنى عن المشكله دي، فهنصبر عشان خاطر احنا هنجيب الحضان كله نحطه في السلك، وعشان خاطر نفس المشكله وهي الزبل الكتير في الارضيات بيعمل مشاكل. تعالى كده نتفرج ونطمن بسم الله على الزغلولتين دول. ودول بص من ضمن الحاجات اللي هتاخد ميكس. الزغلولتين دول، ده زغلول كانت الناس بتقول هيطلع اخضر، وانا قلت لك زي ما قلت لك كده هو هيطلع طوبه. انا اول مره اشوف ابيض بسلحات، بس حتى هو مش مشبح او مش زي ما بيقولوا الناس كريزلي اشعل، لا هو طوبه غريب اوي بصراحه، اول مره اشوفه. من ضمن الحاجات اللي تفرح هنا عند القص دول، انا محضن هنا 3 حصويات. من ضمن الحاجات اللي تفرح ان هم ما شاء الله الحصويتين بتوع الشقلباظ طلعوا عمراني، فالحمد لله. هم فرق بينهم يومين 3 ايام مش كتير، فطبعا سيبناهم هنا معاهم قص تاني محصي. تعالى اوريك القص دول يا رجاله، محصين حصويه واحده وبرضو تقريبا في نفس الوقت مع الحصويتين بتوع الشقلباظ. فانا سايبهم مع الباكستاني، وهبدا انقل بقى ما بين القصين، اشوف الاحجام وابدا انقل ما بين القص ده والقص الباكستاني، وانا راعيهم بقى هلبنهم انا بايدي زي ما تيجي يعني ان شاء الله باذن الله. دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها، ودي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك لازم تركز مع حمامك وتبقى كاتب مواعيد وتبقى شغال صح وشغال بورقه وقلم عشان ما تتلخبطش ترمي حصى معمر لا قدر الله وتشيل ذنبه. فدي حاجه برضو انت في غنى عنها. تعالوا يا رجاله كده نطمن على الزغلول الموليمانز اللي هنا. بسم الله، اللهم صل على النبي. باذن ثانيه بالراحه بالراحه بالراحه. هنطمن على الزغلول الموليمانز اللي هنا. ما شاء الله ده زغلول موليمانز، ومعاه الحصوايه دي. طبعا هو كانوا حصوايتين، في حصوايه اتكسرت ما شاء الله هم ملبينين والدنيا تمام. الحصوايه دي مهمتها ان هي تسند الزغلول لحد ما الزغلول يبتدي يسند نفسه عشان رجله ما تفتحش، عشان خاطر الزغلول ما يقعدش يتقلب فالاهالي ما تعرفش تلبنه. فالحصوايه دي بتبقى ليها استخدامات كتير، وهتنفعك ان شاء الله لو ابتديت تشتغل كده وتخلي بالك من الزغاليل بتاعتك. طبعا متابعتك دي مهمة جدا للحمامتين اللي عندك. المعلم مارادونا، اللهم صل على النبي اللهم بارك. طبعا يا رجاله من ضمن ان احنا هننقل الحمام ده في البيبان السلك، المنظر اللي انت شايفه ده قسم بالله ما بين الفيديو اللي فات والفيديو ده يوم، فانت شايف. فالافضل ان احنا نحط الحمام الغزار هنا لان الباب واسع وارتفاعه كويس، فهينفع للوزار. الوزار كده كده مش هيحضن ومش هسيب زغاليل تحتيه، فمش هيبهدل الدنيا. عندك مميزات كتير قوي للحمامتين الوزار يتحطوا في خشب، وهي اساسا على رأي يوسف الرايق هي غاية خشب مش غاية سلك، فاحنا هنفرخ في السلك ان شاء الله باذن الله. طبعا يا رجاله عندنا القص دول ما شاء الله اللهم بارك، الحصويتين بتوعهم عمرانين، ده الذكر الوحيد اللي انا مخليه من حمامي القديم، ودي تقريبا هما طيرتين او 3 طواير من الحمام القديم والباقي كله جديد ان شاء الله باذن الله. القص ده انا كنت بفرخه الموسم اللي فات، فرخهم بيطلع كويس جدا جدا جدا، وحمامتين متجربين وانا شغال عليهم وبحسن فيهم. تعالوا نطمن على الزغلولتين اللي هنا. الله اكبر اللهم بارك. طبعا نظافة الطاجن دي حدث ولا حرج، مش كل فيديو هقول لك ان انت تخلي بالك من نظافة الطاجن بتاعتك. الزغاليل دي يا رجاله بتكلف مرتين،
وانا ممكن اطلع اساعد مع الزغاليل عشان خاطر اخد زغلول بصحة كويسة، حمامتين كويسين، حمامتين مخدومين، عشان خاطر حتى لو انا هخرج منهم حاجة لما اقول لك الزغلولين بكذا تبقى عارف ان الحمامتين دول واخدين حقهم تالت ومتلت. تمام كده، الحمد لله القص هنا تمام، والدنيا ما عندهمش اي مشاكل الحمد لله. تعالى بقى افرجك على المفاجأة. ايه المفاجأة يا باشا؟ بص، برضو دي حركة لازم تعملها مع الحمام بتاعك. الحمام هنا الحمد لله حصة، وزي ما انت شايف لسه معاه زغاليل بطش، فدي علامة تقولك ان انت موجود، ان انت شغال صح، ان انت بتتعب مع حمامك، ان انت بتخلي بالك من الحمامتين بتوعك، بتراعي ربنا فيهم. فيعني بص، الواحد في لحظة زي دي هو مش محتاج حاجة، وانا اسعد انسان في الدنيا ان انا بعمل اي حاجة اقدر عليها مع الحمام بتاعي. طبعا القص دول المعلم ده زي ما هو كده، والطيرة مش عايزة تحصي، وادينا معاها كده هنبتدي نشتغل اوميجا 3 من اللي احنا واخدينها من يوسف الرايق، وربنا يبارك لينا ويبارك ليه. طبعا احنا كتيم، او انا بحبش اقول كلمة شلة دي، احنا تيم بنشتغل مع بعض، بنساعد بعض، بنقف جنب بعض، فاي حاجة اي حد فينا بيحتاجها موجودة عند التاني بياخدها من غير حتى ما يفكر ان هو يقول له مثلا دي بكام ولا الكلام ده كله. الحمد لله مفيش ما بيننا الكلام ده. واستنوا فيديو بقى، دي مفاجأة. استنوا فيديو عند يوسف، مش هقول لك يوسف انا واحد فيهم، فيديو عالمي. طبعا رجاله اخر حاجة في الزغاليل عشان نبدأ بقى نساعد الزغاليل ونبص عليها نشوف ايه اللي محتاج يتزق. الزغلولتين الحضان دول يعني تبارك الله، حمامتين والله دمهم خفيف قوي، وانا صعبان عليا اذبحهم بامانه، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك الحمامتين دول يعني يطلعوا كويسين. لو لقيتهم شكلهم لذيذ، شكلهم لذيذ بصراحه، فانا لو لقيتهم ان شاء الله كويسين والدنيا معاهم تمام، فممكن اخليهم، ممكن اربيهم يعني. طبعا رجاله اخر حاجه نطمن عليها او نبص عليها، هي مش اخر حاجه، الذكر ده خلاص احنا كده بنجهزه، الطيره بتاعته افرجك عليها دلوقتي. الذكر ده كان عنده دمعة عين، الحمد لله شغالين معاه في العلاج زي ما انت شايف كده، عينه مدمعة سيكة، شغالين معاه بالقطرة اللي عندنا الحمد لله الدنيا تمام. وهنا المعلم ده ان شاء الله باذن الله هنديله الطيرة اللي تحت اللي افرجك عليها دلوقتي. دول الزغلولتين احنا برضو مطمنكم عليهم. بص وربنا يمامتين، يعني انا مبسوط بمستواهم بامانه ربنا، يعني تسلم يا دكتور وشكرا على الحاجات الجميله دي. تعال افرجك الطيره المفصصه ان شاء الله باذن الله. المره اللي جايه هفرجك بطل، دي الطيره المفصصه دي اخت مارادونا. المره الجايه هفرجك بطل بديري، يعني بص يعجبك. فاحنا كده ايه، هنرجع بقى نزق الزغاليل، نساعد الزغاليل مع بعض، وبعد كده نبقى نقفل الفيديو. تسمي الله كده يا رجاله. طبعا انت بتدي ميكس لازم تقلبه عشان الميكس او الحاجات المطحونه دي بتنزل في قعر الكوبايه من تحت. انت بقى ايه، بتشيك كده وتبص على الزغلولتين تعرف مثلا ايه، ده واكل كويس ياخد سنة، ده مثلا واكل نص فياخد سنة زيادة، او ياخد مثلا سرنجة كاملة. اهم حاجة وانت شغال الزغاليل متتوسخش منك
بس بسم الله. ارجع يا اسطى، يا اسطى رايح فين؟ طب خلاص خلاص خلاص، عايز ايه؟ دول اكتر زغلولتين محتاجين ان هم يتراعوا شوية، مع ان القص اللي معاهم من احن الحمام اللي عندي، بس هم اتظلموا في الخروج. بالذات الكريزلي الابيض ده اتظلم شوية، لانه قعد شوية محتاج حد يساعده ويخرجه. طبعا يا رجاله عشان ما اطولش عليكم، انا هبتدي الم انا الدنيا واساعد الزهاير واخلص الدنيا، وبعد كده ايه هنزل الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. نتكلم كلمتين في الاخر كده، عايزين نعمل الموضوع ده عاده، يعني لو حابين نكمل على الموضوع ده ماشي، مش حابين برضو مفيش مشكله. الفتره اللي احنا فيها دي ارفع مناعه على قد ما تقدر، ارفع مناعه على قد ما تقدر. في ايدك تجيب بيطري ممتاز هات، في ايدك تجيب بيطري برضو على قدك بالسنتي ولا هات، في ايدك تشتغل بشري هات، في ايدك تشتغل طبيعي من البيت شوية عسل على ليمونة كده، الكلام ده كله برضو الكلام ده كويس. اليومين دول للناس اللي ما بتحصنش مهم جدا تخلي بالك من مناعة حمامك الفترة دي. الحمام وهو في الفترة دي بالذات، في الفترة اللي احنا فيها دي تبقى مناعته وحشة جدا. الفترة اللي احنا فيها دي فترة أمراض، فلازم تشتغل على المناعة عشان فرد الحمام حتى لو تعب يقدر يقاوم الجو ويقدر يقاوم المرض، يبقى مناعته جاهزة وتشتغل بسرعة. مش عايز أطول عليكم، متشكر جدا 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 على اللي انتوا عملتوه في الفيديو الأولاني على القناة دي. شكرا يا رجالة، شكرا لكل واحد كتب كلمة كويسة وكتب كلمة حلوة لينا. احنا بنصور وبنعرض حاجتنا وبنعرض شغلنا عشان خاطر نساعد الناس، ان الناس يبقى عندها معلومة. اسف ان انا بطول عليكم، برضو كان معاكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلكتكم. سلام.